السلام عليكم. دلوقتي خلاص خلصنا البورتفوليو الحمد لله، لكن لسه في شوية حاجات كده هنزودها عشان نخلي شكل الويب سايت احلى واسهل في الاستخدام. بس على فكرة لسه في خطوة مهمة جدا، وهي ازاي نخلي الويب سايت يشتغل كويس على كل الشاشات، ودي بقى طبعا هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. في الفيديو ده هنعمل مع بعض حاجة اسمها theme colors، يعني المستخدم يقدر يختار اللون اللي يعجبه للويب سايت، وكمان هنضيف اللايت مود والدارك مود. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة هنعملها اننا نفتح ملف ال HTML ونبدأ كده نعمل كومنت عشان ننظم الكود ونبقى عارفين ان الجزء ده خاص بتغيير الالوان. فهنكتب start style switcher، وبعد ما نخلص هنقفل الكومنت بكده end style switcher. بعد ما كتبنا الكومنت هنبدأ بقى نكتب جواهم، هنكتب الديف ده وهنديله كلاس اسمه style switcher، والديف ده هو اللي هنجمع جواه كل الوان الثيم اللي احنا هنختار منها شكل الويب سايت. بس قبل الديف ده يعني فوق كده هنبدأ نكتب الانبوت من نوع راديو، وده هنكتبه كده. تعالوا نفهم مع بعض السطر ده. واول حاجة الطيب راديو، ده معناه ان ده زرار من نوع راديو بوتون، يعني المستخدم يقدر يختار منه اختيار واحد بس من مجموعة، يعني مش زي التشيك بوكس اللي تقدر تختار اكتر من واحدة، لا هنا بيختار لون واحد بس في كل مرة. واتريبيوت النيم ده مهم جدا، لان كل الراديو اللي ليهم نفس النيم بيتعاملوا كمجموعة واحدة. يعني لو عندك 10 ألوان وعايز المستخدم يختار لون واحد بس منهم، كلهم لازم يبقوا ليهم نفس النام. والكلاس color 1، ودي بس عشان نميز كل زرار بلون مختلف. بس خلي بالكم بدل ما نستخدم كلاس هنغيرها الاي دي، لان كل واحد فيهم المفروض يكون ليه اسم مميز، يعني بدل الكلاس هنخليها اي دي. وهنعمل كده بس كمان شوية. دلوقتي بقى هنكرر السطر ده 10 مرات، وكل مرة هنغير الرقم اللي هو في الكلاس ده، وبكده يبقى عندنا راديو بوتنز 10، كل واحد بيمثل لون مختلف، والمستخدم يقدر يختار منهم اللون اللي هو يعجبه. دلوقتي بعد ما خلصنا الراديو بوتنز اللي هي بنختار منها الالوان، هنعمل كمان 2 انبوت تانيين من نوع شيك بوكس. وطيب التشيك بوكس يعني ده صندوق تقدر تعلم عليه او تشيله، يعني ينفع يبقى مفتوح او مقفول، اون او اوف، مش زي الراديو اللي احنا بنختار منه حاجة واحدة بس من مجموعة. لا، اللي تشيك بوكس بيدينا حرية نفعله او نلغيه. اما بقى الاي دي توجلر ده هنستخدمه بعدين عشان نفتح او نقفل قائمة تغيير الالوان اللي هي الستايل سويتشر، يعني لو عايزين نخبي او نظهر الالوان الزرار ده هو اللي هيتحكم في كده. اما بقى الاي دي داي نايت، وده بقى اللي هنعتمد عليه عشان نغير شكل الويب سايت ما بين اللايت مود والدارك مود، يعني لما المستخدم يضغط عليه هيبدل شكل الويب سايت كله من فاتح لغامق او العكس. دلوقتي بقى جوه الديف بتاع الستايل سويتشر هنبدأ نحط العناصر اللي هنخلي المستخدم يقدر يفتح قائمة الالوان او يبدل بين اللايت مود والدارك مود بطريقة بسيطة جدا. اول حاجة هنعملها هي الليبل، وده علشان نربطه بالتشيك بوكس اللي اسمه توجلر. وفور توجلر معناه ان الليبل ده مربوط بالانبوت الاي دي بتاعه اسمه توجلر، يعني لما نضغط على العلامة دي هيأثر على التشيك بوكس ده. والكلاس اللي اسمه ستايل سويتشر توجلر ده علشان ندي للزرار ده ستايل معين في CSS. دلوقتي بقى جوه الليبل هنكتب الايقونة اللي هتظهر للمستخدم، وهنستخدم هنا ايقونة الترس اللي هي شكلها كده FA Solid FA Gear، دول بيخلوا شكل الايقونة يطلع ترس من مكتبة الفونت اوسم. و FA Span دي بقى اللي بتخلي الايقونة تلف وتتحرك كأنها ترس شغال، فهي بقى بتدي احساس ان دي اعدادات او حاجة بتتغير. بعد كده هنكرر نفس فكرة الليبل بس المرة دي عشان نتحكم في اللايت والدارك مود، فهنكتب الفور داي نايت، ودي بقى مربوطة بالتشيك بوكس اللي الاي دي بتاعه داي نايت، يعني لما نضغط على ايقونة الشمس او القمر هنبدل بين الوضعين. والكلاس اللي اسمه ستايل سويتشر ثيم علشان نقدر ننسق الزرار ده لوحده في CSS. وجوه بقى الليبل هنحط ايقونتين، واحدة عشان بتدل على اللايت مود، والتانية اللي هي مون عشان تدل على الدارك مود. وكده يبقى عندنا الاتنين ايقونة جوه السويتش، ونقدر نظهر واحدة ونخفي التانية حسب الوضع اللي هو شغال. بعد كده جوه الديف بتاع ستايل سويتشر هنضيف عنوان صغير يوضح للمستخدم ان دي الوان الثيم، فهنكتب عنصر H3 وهنديله كلاس اسمه ستايل سويتشر تايتل عشان نقدر ننسقه بعدين في CSS. وجوه ال H3 هنكتب theme colors علشان تبقى واضحة ان اللي جاي تحتها هو اختيارات الالوان. دلوقتي بعد ما كتبنا عنوان الثيم colors هنبدأ بقى نعرض الالوان اللي المستخدم يختار منها، فهنعمل ديف جديد وهنسميه ستايل سويتشر colors، والكلاس ده هو اللي هيجمع كل الالوان في صف او مجموعة وهننسقه بعدين في CSS. وجوه الديف ده هنبدأ نضيف كل لون باستخدام الليبل، هنديله كلاسين،
اول واحد color 1 عشان ندي لكل ليبل لون مختلف، وده اللي هنعمل بيه شكل اللون. والكلاس التاني ده كلاس مشترك بين كل الالوان، هنستخدمه في التنسيق العام زي الحجم او الشكل الدائري، وده اللي هو اسمه color. بس خلي بالكم عشان الربط يشتغل صح لازم الانبوت اللي احنا عملناه قبل كده نخليه ID بدل كلاس. وكده بقى الانبوت ليه ID نقدر نربطه بالليبل عن طريق الفور. والفور color 1 ده بيربط الليبل بالانبوت اللي الاي دي بتاعه color 1. هنكرر بقى السطر ده 10 مرات، وكل مرة هنغير الرقم علشان يبقى عندنا 10 اختيارات الوان، وكل واحد ليه انبوت وليبل مربوطين ببعض. يلا نروح دلوقتي على ملف CSS، وتحت اخر جزء كنا كاتبين فيه الريوزابل هننزل سطر كده ونعمل كومنت جديد ونكتب فيه start style switcher و end style switcher عشان نعرف ان الجزء ده خاص بتنسيقات السويتشر اللي احنا لسه عاملينه. بعد كده هنبدأ ننسق الكلاس اللي اسمه ستايل سويتشر. اول حاجة هنديله بوزيشن فيكسد، وده علشان يفضل ثابت في مكانه حتى واحنا بنسحب الصفحة، وهنخليه يظهر من اليمين يعني رايت 0، ومن تحت شوية فهنكتب بوتوم 20%. لو بصيتوا دلوقتي على الويب سايت هتلاقوا ان السويتشر ظهر على جنب تحت. تعالوا بقى نكمل التنسيق بتاعه. هنديله بادنج بقى عشان نخلي العناصر جواه مش لازقة في الحواف، وهنحدد له عرض ثابت مثلا 220 بكسل. وكمان هنعمل بوردر بسيط 1 بكسل سوليد بلون من المتغيرات اللي احنا معرفينها في الروت. وكمان هنديله خلفية كمان من متغير كونتينر كولر عشان تمشي مع باقي التصميم، وهنخلي الزوايا ناعمة شوية فهنديله بوردر راديوس نص ريم. وفي الاخر هنرفع العنصر ده فوق باقي العناصر في الصفحة باستخدام الزد اندكس عالي وليكن 1000. وكده نبقى ظبطنا الصندوق اللي فيه اختيار الالوان وبدأ يظهر شكله. دلوقتي بقى هنكمل تنسيقات الستايل سويتشر، وهنبدأ ننسق الزرارين اللي هما هيظهروا على جنب. واحد بيبدل بين اللايت مود والدارك مود، والتاني بيفتح قائمة الألوان. فهنستدعي الاتنين دول مع بعض عشان لهم نفس التصميم. أول حاجة هنكتب position absolute عشان نقدر نحركهم بحرية جوه الصندوق، وهنخليهم يطلعوا على جنب برا كده شوية فهنكتب رايت 110%. أول حاجة الكولر هنخليه لون الأيقونة من متغير الألوان، والباك جراوند كولر هنخلي الخلفية بتاعته بادي كولر، والبوردر هنضيف اطار كده بسيط بلون من المتغيرات عشان نحدد شكل الزر، وهنخلي العرض والارتفاع 48 بكسل، والبوردر راديوس 50% علشان نخلي الزر دائرة، وكرسر بيونتر عشان لما نحط الماوس عليه يبان كأنه قابل للضغط، وديسبلاي جريد مع بليس ايتم سنتر. دول بقى بيخلوا الايقونة اللي جواه تبقى مظبوطة في النص بالظبط طولا وعرضا. دلوقتي بقى هنكمل تنسيقات الوان الثيم، وهنبدأ ننسق اول حاجة وهي الحاوية اللي فيها الالوان. فهنستدعي كلاس اللي هو ستايل سويتشر كولرز، وده هو العنصر اللي بيحتوي على كل دوائر الالوان اللي المستخدم يختار منها. وهنستدعي كمان الكلاس التاني اللي اسمه color، وده مشترك بين الليبل احنا عاملينه لكل لون. هنبدأ بقى ندي الكلاسات دي شوية تنسيقات عشان شكل الالوان يكون واضح. هنخلي كل لون ارتفاعه 30 بكسل وعرضه 30 بكسل علشان يكونوا صغننين كده، وهنخليهم على شكل دائرة عن طريق بوردر راديوس 50%. وكده كل لون هيظهر على شكل دائرة صغيرة. بعد ما ظبطنا شكل دوائر الألوان هنبدأ بقى ندي لكل واحدة منهم اللون بتاعها. فهنستدعي أول واحدة مثلا اللي هي color 1، وهنبدأ نديها لون خلفية باستخدام الباك جراوند color، وده هيكون أول لون في الدوائر بتاعتنا. بعد كده بدل ما نسيب الدوائر جنب بعض كده بشكل عشوائي، لأ احنا هنرتبهم بشكل منظم. فهنروح على الكلاس اللي بيحتوي على كل الألوان دي اللي هو style switcher colors، وهنكتب له شوية تنسيقات عشان ننظم الشكل. اول حاجة display grid عشان نستخدم نظام الجريد في الترتيب. بعدين هنديله جريد تمل الكولمز ريبيت 5 fraction علشان نخلي كل صف فيه 5 دواير، وهنزود مسافة بسيطة بينهم باستخدام الجاب نص ريم، وكده الشكل بقى منظم وصفوف من الدواير. نكمل بقى باقي الالوان بنفس الطريقة، يعني هنستدعي color 2 ونديها لون تاني مختلف، وهنكرر نفس الكود ده 10 مرات، وكل مرة هنغير اسم الكلاس من color 1 ل color 10، ونغير لون الباك جراوند في كل واحدة بلون مختلف. وفي الاخر هنكون عملنا مجموعة الوان المستخدم يقدر يختار منهم اللون اللي هو عاوزه عشان يغير شكل الويب سايت. دلوقتي بقى هنظبط مكان الزرارين اللي برا الصندوق اللي هما ايقونة الترس وايقونة تغيير الوضع من لايت لدارك مود. اول حاجة هنروح على كلاس اللي هو ستايل سويتشر توجلر، وهنظبط مكانه من فوق شوية. فهنكتب توب 7% علشان ينزل شوية من فوق ويبقى شكل متناسق. وبعدين هنروح على كلاس التاني اللي هو ستايل سويتشر ثيم، وده اللي فيه ايقونات الشمس والقمر، وهنخليه يطلع شوية من تحت فهنكتب بوتوم 7%. وبكده يبقى الزرارين اتظبطوا في مكانهم، واحد فوق والتاني تحت، وشكلهم بقى مرتب على الجنب.
دلوقتي بقى عاوزين نخلي في البداية الايقونة بتاعة القمر مش باينة، علشان اول ما الصفحة تفتح تبقى على الوضع الدارك، فالايقونة اللي تبان تكون بتاعة الشمس. فعلشان كده هنستدعي العنصر ده وهنكتبله display none، يعني بنقوله خبي ايقونة القمر في الاول وهتبان بعدين لما نبدأ نبدل بين الوضعين. دلوقتي بقى هنكتب سطر كود هيخلينا نتحكم في الايقونات اللي بتظهر لما المستخدم يبدل بين اللايت مود والدارك مود. اول حاجة هنستدعي الاي دي اللي احنا كنا عاملينه للانبوت، وده كان اسمه day night، فاحنا هنكتبه كده. هنا احنا بنقول لل CSS انا عاوز اراقب العنصر اللي الاي دي بتاعه day night، ولما يتعلم عليه يعني يتعمل له شيك نفذ اللي جاي. وطبعا الجزء ده اللي هو كولون شيكد ده اسمه سودو كلاس، وده بيستخدم علشان نقدر نكتب ستايل يتنفذ لما يحصل تفاعل معين، زي لما الشيك بوكس يتعلم عليه. وبعد كده هنكتب تلدة واستريك، والجزء ده مهم جدا ركزوا معايا. والعلامة تلدة دي اسمها General Sibling Combinator، ودي معناها هاتلي اي عنصر جاي بعد العنصر اللي فوق اللي هو التشيك بوكس في نفس المستوى، يعني نفس الاب. هقول تاني، التلدة دي معناها هاتلي اي عنصر جاي بعد التشيك بوكس اللي اسمه day night. والاستريك دي اي عنصر، مش لازم يكون div، ممكن يكون ليبل، ممكن يكون اللي جوه الايقونة اللي هي FA sun نفسها. لو لقيت العنصر ده اللي هو FA sun روح خبيها بتسبلي none، يعني كأننا بنقوله لما نعلم على التشيك بوكس ده خبي الشمس وهنظهر القمر مكانها. بعد كده هندي للستايل سويتشر توجلر والستايل سويتشر ثيم خاصية الترانزيشن علشان الحركة تبقى ناعمة كده لما نظهرهم. وهنكتب ترانزيشن قول 3/10 ثانية ايز، وده معناه ان اي تغيير على اي حاجة في العنصر ده سواء لون او مكان او حجم هياخد 3/10 ثانية وهيتنفذ بشكل سلس. دلوقتي بقى هناخد نفس السطر اللي احنا كتبناه من شوية، بس بدل ما كنا بنخبي الشمس المرة دي هنظهر القمر. فهناخد قابل السطر ده وهنغير FA sun ل FA moon، وهديلها display black بدل none، يعني بنقوله لما يتعلم على التشيك بوكس روح لأي عنصر جاي بعده، ولو لقيت جواه ال FA moon خليه يبان. بعد كده هنروح نستدعي العنصر اللي في العنوان اللي هو style switcher title، هنديله كده شوية تنسيقات بسيطة. أول حاجة font size var large font size، وكمان هنديله margin bottom علشان نسيب مسافة بسيطة تحت العنوان. دلوقتي بقى هنروح على ستايل سويتشر وهنديله ترانسفورم ترانزليت اكس 100%، وده معناه ان احنا نحركه برا الشاشة ناحية اليمين علشان يبقى مخفي في الاول. وكمان هنضيف ترانزيشن قول 3/10 ثانية ايز علشان لما نرجعه يظهر بشكل سلس وناعم. دلوقتي بقى علشان نظهر الستايل سويتشر لما نضغط على ايقونة التغيير هنستدعي السطر ده وهنكتب فيه ترانسفورم ترانزليت اكس 0، وده معناه ان لو التشيك بوكس الاي دي بتاعه توجلر اتعلم عليه روح للستايل سويتشر اللي جاي بعده ورجعه مكانه الطبيعي علشان يظهر قدامنا على الشاشة. دلوقتي بقى هنستدعي كل الانبوت اللي نوعهم راديو، فهنكتب input square brackets type radio، وهنديلهم زد اندكس 1000 علشان نخليهم فوق كل العناصر وما يختفوش ورا اي حاجة، وكمان position relative عشان نقدر نتحكم في مكانهم بعدين لو حبينا. وكمان هنستدعي الانبوت اللي نوعهم check box، بمجرد ما نديهم التنسيقات دي بص كده ظهروا معانا فوق اهو. وهنبدأ بقى ننسق الالوان واحدة واحدة. دلوقتي بقى هناخد مجموعة المتغيرات اللي فوق في الروت اللي هما الكونتينر والبادي كولر والتكست كولر والتايتل والبوردر، وناخدهم كوبي ونروح نكتب كومنت تحت كده دارك ثيم علشان نبقى عارفين ان ده الجزء الخاص بتغيير المود. بعد كده هنستدعي الداي نايت ونعمل عليها تشيكد، وهنكتب جواها المتغيرات دي تاني بس هنغير القيم بتاعتها، يعني مثلا بدل ما كنا مديين لون غامق هنبدله بلون فاتح. بس خدوا بالكم في شوية عناصر زي السيكشنز او المكونات الرئيسية لسه ما تطبقش عليها الالوان، فهنروح نغير التاج الاساسي في الصفحة، يعني بدل ما هو بادي هنخليه مين مثلا علشان نتحكم فيه بشكل اوضح ونطبق التنسيقات على كل حاجة. وبكده نكون عملنا نظام متكامل يخلي الويب سايت بتاعنا يبدل بين الدارك واللايت مود بطريقة سهلة جدا. هنروح بس نعدل حاجة بسيطة وهي الفوتر، وهي بالتحديد جزء الكوبي رايت. نروح بس نديها نفس لون الكتابة اللي احنا استخدمناها في الويب سايت كله، هنديلها لون var text color عشان يفضل متناسق مع بقية العناصر في الصفحة سواء في الدارك مود او اللايت مود. دلوقتي بقى جينا للجزء اللي هنخلي فيه المستخدم يختار لون من الثيم من مجموعة الوان احنا جهزناها. فاحنا بقى نستدعي كل اختيار من الراديو بوتونز اللي احنا عملناهم،
مثلا نبدأ باللون الأول اللي هو color 1. لو المستخدم اختار اللون الأول غير الألوان في الصفحة بناء على اللي احنا هنحدده. بعد كده هنروح ناخد شوية متغيرات copy من الروت، زي مثلا first color و first color dark و first color light، ونديهم بقى قيم مختلفة على حسب اللون اللي المستخدم اختاره. يعني مثلا لو الكالر 1 ده هنغير first color ونخليه بنفسجي، والفيرست color light هنخليه مثلا درجة افتح، وهكذا. ونكرر بقى نفس الفكرة مع color 2 color 3 لحد color 10، وكل مرة هنغير درجات الألوان عشان يبقى كل اختيار له شكل مميز، وبكده المستخدم يقدر يختار الثيم color اللي هو حبه من غير أي تعقيد. هنروح بقى دلوقتي على الانبوت اللي نوعهم راديو والشيك بوكس، وهنكتب لهم display none، وده معناه ان احنا هنخفيهم من الصفحة، لان احنا اصلا مش محتاجين نعرض الانبوت نفسه، احنا هنتعامل مع الليبل بس. ودلوقتي بقى خلاص اقدر اختار اي لون من الوان الثيم اللي احنا جهزناها، وكمان اقدر ابدل بين الدارك مود واللايت مود بسهولة. يعني الويب سايت بقى جاهز تماما، شكله حلو والالوان شغالة، واي لون بختاره بيتطبع على الويب سايت كله. يا رب تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم فيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.